السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم في وان تاتش. انا جاي لكم النهارده يا جماعة ومعايا ال8 فرق المتأهلين رسميا لربع النهائي كأس العالم للأندية. اتحسمت خلاص فركش. وهقول لكم على افضل 3 اهداف من دور المجموعات لكأس العالم للأندية. بس قبل كل ده فين الاشتراك واللايك يا صديقي؟ اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانزل تحت دلوقتي واخبط اللايك التمام عشان الفيديو يتصاعد ويشوفه اكبر عدد من المتابعين. وانزل في الديسكريبشن تحت هتلاقي كل حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعني هناك بنزل حاجات جديده اول باول. ويلا بينا نبدا يا معلمي. الحقيقه اللي مش عارف السر للراجل ده، فالراجل ده هو صاحب الوان تاتش، وده بصراحه يا جماعه بيمثلني بس ايام الشباب بقى. خلاص يا جماعه العظمه كبرت واللي جاي مش قد اللي راح، وليت الشباب يعود يوما. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان الحزن يخيم على جماهير النادي الاهلي في مصر وفي كل العالم. واحد يقول لي ليه انتوا عاملين ماتش جامد، اجمد ماتش في كاس العالم لحد دلوقتي قدام بورتو، نتيجه 4-4، اداء هجومي مذهل، ماتش تاريخي، متعه واثاره لحد اخر لحظه. اقول له يا سيدي الفاضل احنا هنعرض دلوقتي 16 فريق اللي تاهلوا لدور ال 16 والاهلي مش فيهم. ولكن يبقى الامل في الهلال، لسه في نور يا جماعه، لسه في بارقه تفاؤل. الهلال جامد وممكن يعملها. الهلال عمل اداء عالمي، شخصيه وروح وتكتيك، الفريق على بينا سقف الطموحات بصراحه. ولكن يا جماعه الحياه مش كلها بامبي، والدنيا يا جماعه عمرها ما بتديك كل حاجه. عزيزي المشاهد خليني اعرض لك دلوقتي 16 فريق اللي تاهلوا بالفعل لدور ال 16، ونسيب موضوع الهلال دلوقتي لما نوصل له. دقت ساعه الحسم. اول ماتش في دور ال 16 بالميراس وبوتافوجو، المباراه اللي هتنطلق بعد لحظات او تقريبا انطلقت. ماتش صعب، توازن رهيب بين الفرقتين، فريقين كشروا عن انيابهم في دور المجموعات واثبتوا للجميع انهم مش لقمه هينه هتتاكل وتضيع وسط الرجلين. لكن خلاص عزيزي المشاهد الحسم وصل، فبوتافوجو هو اول المتاهلين لدور ال8. ومع السلامه يا بالميراس، ويفرح جمهور الاهلي وخلينا نتشفى فيهم شويه بقى. باي باي بالميراس. بنفيكا وتشيلسي، ماتش صعب قوي، ماتش صعب قوي وفرقتين كبار، بس احساس الحاسم بيقول ان بنفيكا هتعملها، وان دي اخر 90 او 120 دقيقه لتشيلسي في البطوله. وباي باي تشيلسي. نيجي للماتش الثالث، انتر ميلان وصيف دوري ابطال اوروبا سيزونين امام فلومينينسي البرازيلي. والحقيقه يا جماعه ان فرق البرازيل في دور المجموعات كانت بتكهرب، والحقيقه برضو يا جدعان ان الانتر ميلان ظهر باداء شاحب في دور المجموعات، اداء لا يعبر خالص على وصيف دوري الابطال اوروبا لمده موسمين. هنا لحظه الحسم. فانا اعتقد والله اعلم ان الانتر ميلان هيكسب اللقاء، ولكن بصعوبه بالغه. والله الموفق المستعان. نيجي الرابع ماتش والاهم بالنسبه لي من ضمن ال8 ماتشات اللي هيتلعبوا. نادي الهلال السعودي الرياضي زعيم السعوديه في مواجهه مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي ما سمعش، بطل اوروبا السيزون قبل اللي فات، وربنا يستر ولا حول ولا قوه الا بالله. الحقيقه يا جماعه ان المصايب لا تاتي فرادى، فالهلال اتضرب ضربه موجعه جدا باصابه نجم فريقه سالم الدوسري وابتعاده عن الملاعب لمده شهر ونص، وبذلك فتم التاكيد على عدم وانتهاء مشوار سالم في بطوله كاس العالم للانديه. مفيش شك الهلال افتقد لاهم مفاتيحه الهجوميه، واتمنى الشفاء العاجل لسالم ويرجع باذن الله اقوى من الاول. وجينا لحظه الحسم، والحقيقه ان الاخبار اللي جايه ما تطمنش، وان الهلال رغم قوته وشخصيته الا انه سيء الحظ انه قابل مانشستر سيتي. فالسيتي هو اقوى فريق تنظيميا في البطوله الى الان، وان منظومه بيب السيزون ده اتطورت تطور ملحوظ. فالفريق انضم ليه قطع الشطرنج اللي كانت ناقصاله السيزون اللي فات، وقدم مستوى جبار في دور المجموعات على جميع الاصعده والمستويات. فالهلال قدام ريال مدريد نفسه نادي القرن وملك ملوك اوروبا قدم مباراه جباره، يمكن من افضل مباريات الانديه العربيه قدام ريال مدريد. لكن للاسف انا بشوف ان الموضوع هيبقى صعب جدا 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 قدام السيتي. فللاسف الشديد ويا رب يكون توقعي مخطئ هنا بالذات، مانشستر سيتي هيتاهل. المباراه الرابعه باريس سان جيرمان وانتر ميامي. وتعالى يا عم ميسي في مواجهه شبه مستحيله امام فريقه السابق، ومتهيألي مش محتاج اتكلم عن باريس سان جيرمان بطل اوروبا. مفيش شك ان انتر ميامي اللي شفناه قدام بالميراس مش هو انتر ميامي اللي شفناه في الشوط الاول قدام النادي الاهلي. الفريق في تطور وفي ارتفاع في الاداء والنسق في البطوله.
ولكن كل ده مش كافي يا ميسي انت واصحابك عشان تجاري ماكينات باريس سان جيرمان. الفريق متكامل الخطوط يا جماعه، وللاسف الشديد ميسي بيلعب تقريبا لوحده، فالموضوع اشبه بالمستحيل. فعزيزي المشاهد، ايوه باريس سان جيرمان هيتاهل لدور الثمانيه من كاس العالم للانديه. الماتش السادس فلامينجو هيقابل بايرن ميونشن، وبايرن ميونشن تعثر في الماتش الاخير امام بنفيكا، ولكن كل ده في الفاضي. فانت يا فلامينجو مش عشان اتشقلبت لي شويه في دور المجموعات هتيجي تتنطط على البايرن. معدن الالمان ما بيبانش الا من بدايه دور ال16، والحسم جالي ان البايرن في دور الثمانيه خلصان. الماتش السابع دورتموند هيقابل مونتيرو بقياده سيرجيو راموس. تفتكروا ممكن راموس يعملها؟ والله ممكن، بالله ممكن. مونتيرو قدم مستويات طيبه في دور المجموعات. دورتموند ما كانش الفريق المرعب الجراد الاصفر اللي احنا متعودين عليه، فالماتش نوعا ما هيكون متكافئ، ولكن انا بشوف ان الخبره هيكون لها عامل كبير، واعتقد ان دورتموند والله اعلى واعلم هتبقى في دور الثمانيه. اخر مباراه وهو لقاء قمه دور ال16 من كاس العالم للانديه، ريال مدريد نادي القرن، النادي الملكي، في مواجهه السيده العجوز نادي اليوفنتوس الايطالي. صحيح اليوفي خارج من هزيمه نقراء امام السيتي ب5 اهداف، والريال انهى دور المجموعات متصدر بالفوز على سالزبورج، ولكن هتكون قمه ناريه حارقه دمويه بين الفرقتين، وانا بشوف ان التاهل فيها هيبقى صعب جدا جدا جدا. ولكن انت في حضره الريال يا اليوفي، اعتقد ان ريال مدريد هيحسمها، وان اليوفي اتأثر بالخمسة اللي كالهم من السيتي. وبكده السيدات والسادة إليكم ال8 فرق المتأهلة لدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية. ودلوقتي بقى نخش على الفقرة اللي أنا بحبها. واحد يقول لي بتحب مين يا عم حسام؟ أقول له مفيش في الدنيا أحلى من الأهداف الحلوة يا راجل. هفرجك على 3 أجوان وستيك، وتعالى أقول لك التالت. أفضل ثالث هدف هو هدف الأسطورة الحية ليونيل ميسي أمام نادي بورتو. ميسي وكما تعودنا صاحب الأهداف الذهبية وصاحب الفاولات الممتعة. ميسي هو ميسي يا جماعة، ميسي هيفضل يحط الكرة دي حتى لما يبقى عنده 60 سنة. والله لو بقى عنده 50 سنة وجبته وحطيته قلت له يا ميسي حط لي الفاول ده هيحطه. موهبة يا جماعة، موهبة ولمسة لا جدال. الراجل جه الفاول لإنتر ميامي، بيكهام شاور له قال له ميسي أنا عايز ال3 نقط، قال له عيونها يا عم بيكهام انت تؤمن يا برنس، وحط الكرة على شمال حارس بورتو وشمعها له. فما تهزرش مع اللواء يا كابتن. باريس احذروا، اوعى يا باريس، اوعي هتبقى مفاجأة البطولة وعهد الله، انتوا احرار. نخش على تاني افضل جون، وتاني افضل جون هو مدفع سافينو. ايه مدفع سافينو ده يا جماعة؟ واحد يقول لي في مدفع رمضان، مدفع شعبان عشان برضو في ايام بنصومها، لكن ايه مدفع سافينو ده؟ اقول لك. ماتش السيتي واليوفي خلص 5-2. تعال معايا راجع شريط الاهداف وبص على الهدف الخامس، هتلاقي في مدفع انجليزي خارق حارق غزا شباك اليوفي. الراجل قنصها زي ما بيقنصوا الحمام في سقف الجول. فجون شديد يا جماعه، شديد، وكتير منا ممكن يعتبره الجول الاول، ولكن بالنسبه لنا فالهدف الاول هو هدف ابننا محمد علي بن رمضان، وده بقى مدفع رمضان الحقيقي. ابننا محمد علي بن رمضان قدم برواز هو البرواز الافضل في دور المجموعات لكاس العالم للانديه، وبعد ما ابننا بن شرقي دلع الزبون ناحيه الكورنر ونيمه تيتا نانا، رفع وبطرف عينه لمح بن رمضان اللي جاي على منطقه ال18 من بره، بن شرقي ما كدبش خبر، رماله الكوره. وهنا بقى الجمال يا جماعه، المسافه القصيره اللي بين بن رمضان وبين مدافع بورتو، والوضع التشريحي لجسم بن رمضان اللي يخليه ما يشوطش ولا وشه يكون معدول للزاويه البعيده اصلا. الراجل عمل 2 في 1 واستلم وعدل الوضع التشريحي بتاع جسمه ناحيه الزاويه البعيده، وهوب حط الكوره بسويرف رائع في المقص وهتم الشبكه يا نجم النجوم. فبالنسبه للعبد لله ده افضل جون في دور المجموعات من بطوله كاس العالم للانديه. لو انت عندك غيره قول لي، اكتب لي في التعليقات افضل 3 اهداف بالنسبه لك في دور المجموعات من كاس العالم للانديه، واكتب لي توقعاتك عن ال8 المتاهلين ولو انهم اتحسبوا خلاص. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش اللايك يا صديقي عشان الفيديو يتصعد ويشوفه اكبر عدد من المتابعين، دعما لاخوك وحبيبك حتى يستمر في تقديم المحتوى. وبكده يبقى حلقتنا خلصت، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جايه. سلام عليكم.